السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة لمسات سليمان. كيف كتشوفوا ان شاء الله اليوم غادي نحضر معكم بريوات تحت طلب عديد من الاخوات اللي كيسولوني دائما في الخاص وكيقول لي الا ممكن تشاركي معنا الطريقه ديال التحضير ديالتك. بريوات حتى كيكونوا معسلين من الداخل وفي نفس الوقت الورقه كتبقى مقرمشه. وغادي نشارك معكم حتى كيلو ديال اللوز شحال ممكن تخرج لينا ديال البريوات. ميزان الا بغيتو تعرفوا جميع هاد الاجوبه ديال هاد الاسئله ما عليكم الا تتابعوني لاخر فيديو وفرجه ممتعه. اول شيء بطبيعه الحال غادي نكون ديجا فسخت اللوز. عندي كيلو ديال اللوز هنايا فسختو، عندي شويه ديال الزبده، وعندي هنا شويه ديال القرفه وشويه ديال الزهر. هنايا راه ديجا دايره نص ديال اللوز مقلي والنص راني مخلياه مفسوخ. تقدروا تخليوه مثلا كله الا ما بغيتوش تقليوه تخليوه كله هكا مسلوق ومفسوخ وطبيعه الحال راه ناشف. درت انا شويه ديال القرفه وغادي ندير هنايا واحد 4 المعالق ديال الزهر. انا في الاول غادي ندير غير 4 المعالق، وملي غادي نكون كنعجن في العقده ديالتي غادي نشوف واش مازال خاصها او لا. غادي نزيد حتى الزبده حتى هي غادي ندير واحد 4 المعالق. دابا غادي نبقاو نزيدو بشوي بشوي لان العقده ديالتي كيف كتشوفوها مطحونه مزيان وملكوكه. غادي نستمر بهذه الطريقه. انا راه كنت مخلياها في الثلاجه داكشي علاش شويه قاصحه ليا العقده. غادي نحاول معها حتى جميع العناصر غادي تجانسوا. غادي نزيد هذيك الزبده اللي بقات، يعني كتبقاو تزيدوا عينكم ميزانكم. يعني اللوز خصو ما يبقاش لينا قاصح. هذا هو اول سر اللي غادي نقوله لكم. يعني بالنسبه بريوات يا اما ديال اللوز يا اما ديال الكاوكاو دائما العقده كتخليوها كتبقى شويه مرخيه. انا غادي نزيد دابا حتى الزهر لان جاتني قاصحه. ما نخليوهاش بحال العقده ديال الكعبه كتبقى شاده في راسها. ديال البريوات بوحدها خصها تكون شويه لينه لان مازال غادا تقلى لنا في الزيت، باش الا تقلات في الزيت هذيك العقده ما تيبش لينا وتبقى لينا معلكه من الداخل. هذا هو اول سر ديال البريوات انهم يبقاو لنا المعلكين. ومازال غادي نعطيكم ثاني بعض المعلومات اللي باش يجيوكم بريوات معلكين من الداخل وشاربين العسل. صافي هنايا بعد ما كورت اللوز، دائما كوروا اللوز هو الاول، حطوه باش تجيكم بطريقه سهله. هنايا دايره شويه ديال الدقيق خلطته بالماء ودرت فيه واحد شويه ديال الروح ديال الزهر. غادي نقطع الحاشيه ديال ورقه البسطيله باش في الفينيسيون ديالنا كتكون قاده. دائما تبغيو ديروا محنشه او بريوات او دي سيجار حتى البسطيله الا بغيتو ديروها ديما اول حاجه تحيدوا هذيك الحاشيه لان ضروري كتكون ناشفه، ما كتجيناش في لا فينيسيون ما كتجيش مزيانه. صافي انا دابا كنهز شويه بشويه، كل ما نهز واحد طريف غادي نقطع ليهم الحاشيه ديالهم. بالنسبه هنايا وصلنا لمرحله ديال التقطاع. طويت الورقه على جوج، غادي نحيد هاد الحاشيه نعبر من هنايا. بغيتو بريوات صغيورين ديروا جوج صبيعات، الا بغيتوهم بحال القياس اللي كندير انا كتعبروا بثلاثه الصباع باش يجيوكم كاع البريوات متساويين وقد قد. صافي دوك الحاشيه ديال الجنب غادي نحيدهم لان حتى البريوات ما كيجيوش فيهم زوينين. صافي انا غادي نستمر هكا، غادي نقطعهم شرائط واللي قطعته غادي نخشيها وسط هذا الورقه
اللي باقا ما مقطعاش. ودائما الورقه تغطيوها بميكا باش ما تيبش ليكم. صافي هنايا راه بديت كنشكل البريوات. بالنسبه هنا الكره، كل كره تقدروا ديروا فيها 8 غرام او 9 غرام، تحطوها في الجنب وتبداو. راه ساهله، تحاولوا تعمروا الجناب القنات كيف كنقولوا القنات ديال البريوه ديالتنا، تحاولوا تعمروهم هكا غير بصباعكم باش ما يبقاوش لينا خاويين. كيف كتشوفوا راه طريقه ساهله، نبقاو ديما هكا كنشكلوها على شكل بريوه باش ما تخسرش لينا الفورمه ديالها. صافي نحاولوا في هذا الاخر نقادوه بالمقص وندهنوا بشويه ديال الدقيق والزهر. كيف كتشوفوا راه طريقه ساهله وبسيطه. بالنسبه هنايا انا غادي نخليكم كتشاهدوا الطريقه، وغادي نقول لكم مثلا هاد كيلو ديال اللوز شحال ممكن يخرج لي. بالنسبه انا الورقه هنايا كيلو ونص كافياكم، خديت ليها كيلو ونص راه كافيه بالنسبه لكيلو ديال اللوز. بالنسبه كيلو ديال اللوز تقريبا راه كتخرج لكم 2.5 واكثر من 2.5 كيلو. وبالنسبه للثمن انا كنحسبهم هنايا 130 درهم الكيلو، ما مزوقينش باللوز. كاين اللي كيبغيهم مزوقين باللوز كيف كنتو كتشاهدوهم معايا في الفيس، كنحسب لهم هذوك 140 درهم على حساب لا فينيسيون ديال اللوز. وثاني على حسب ثاني المدينه شحال كلها، وكيحسب انا هنا في مراكش كنحسب لهم 130 درهم هكا عاديين. كاين اللي كيحسب لهم 140، كاين اللي كيحسب لهم 150. وعلى حسب حتى الحشوه ممكن ديروا فيهم البخاليني كيكون طبيعه الحال زايد في الثمن، او ديروا معلقه ديال الكراميل في العقده. صافي هنايا بعد ما كملتهم في التشكال ممكن تخليهم يباتوا، ممكن سير بلاص طيبوهم كيف كتشوفوا. خليت العافيه حتى سخنات مزيان، عاد غادي نبدا نرمي فيها البريوات ديالي. حاولوا الزيت يكون طالع عليهم. في الاول ملي كنرمي البريوات كتكون العافيه مجهده حتى كنكمل البريوات ديالهم ملي كنستفهم هكا في المقله. عاد ديك الساعه كندير نار ما تكونش مهيله ولكن تكون متوسطه. بهذه الطريقه كتخلي ان الورقه ديالتنا كتبقى مقرمشه، لان الا خليتو العافيه عليها مجهده كيطيبوا من على برا، والداخل هذيك الورقه ديال الداخل ما كطيبش وما كتبقاش لينا، ما كتبقاش فيها ديك القرمشه. يعني من النهار الاولاني ما كتكونش فيها ديك القرمشه، هذه حتى هي كتلعب دور كبير باش البريوات ديالنا ينجحوا لينا ويصدقوا لينا. صافي انا كيف شفتوا خليتهم هكا، غادي نخليهم دابا كنقادهم باش كل بريوه تشد بلاصتها، ما نحركهمش دابا حتى كيشدوا فراسهم، يعني حتى كنعرفهم بانهم صافي بداو شبروا في ريوسهم. صافي هنايا كي عرفتم بانهم صافي راه شدوا في ريوسهم، كيشتو راه بدا اللون الذهبي بدا ليا من تحت. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه، كندي ونجي في البريوات، يعني ما نبقاوش نقلبوهم بحال الشباكيه هكا وحده بوحده، لا نبقاو نحركوهم هكا. يعني خصنا نبقاو مقابلينهم ما نغفلوش عليهم باش ما يطيبوش لينا من جهه وحده وجهه لا، نبقاو مستمرين هكا حتى كيصفر لينا اللون ديالهم وكنطفيوهم في العسل. صافي هنايا بعد ما ساليت لهم في القليان، يعني ملاحظه خصهم غير يبداو يصفروا لينا، صافي كنحيدهم لان كيكملوا الطياب ديالهم في وسط العسل، يزيدوا يشدوا اللون ديالهم. كيف كتشوفوا كيجي لون غزال. وراه خليتهم واحد الملاحظه حتى هي من الاسرار، ها نتوما باش تشوفوا كي دايره معسله من الداخل. الا بغيتوهم هكا يكونوا لكم معلكين، انا راه بيضتهم في العسل كل مره كنحركهم
حتى لغد ليه الصباحات صفيتهم العسل، او على الاقل 4 سوايع تخليوهم في العسل باش يشربوا العسل ديالهم مزيان. بالنسبه لافينيسيون كيف قلت لكم هذا هو اللي كنحسبه 140 درهم. كيف كتشوفوا كيجي منظر راقي وغزال. يعني تقدروا تخليوهم هكا عاديين او تزوقوهم باللوز، تقدروا تزوقوهم حتى بالجنجلان، يعني على حسب المتوفر. انا كنفضل ديال الجنجلان ماشي ديال اللوز، نفضل ديال الكاوكاو نزينهم بالجنجلان، وديال اللوز كيتزينوا الا باللوز، او من الاحسن نخليوهم عاديين. وتقدروا ديروا تا اللوز هكا في الوسط. ما تنساوش لي لايك ديالكم والتعاليق، والتقيو ان شاء الله بشي فيديو اخر، ودمتم في رعاية